فعلا اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني ولا دي أغنية؟ اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، وعشان كده مصر يا ولاد، مصر يا ولاد حلوة الحلوة. مع الاعتذار لأستاذ علي الحجار. أصيل قوي يا معلم حصوة. الفاطميين دخلوا مصر على ايد جوهر الصقلي، وكانت مصر ما فيهاش اي خدمات او مدن او اي حاجه. لما جوهر الصقلي دخل مصر قرر انه هيبني القاهره، وكان محاوطها بسور عشان يحميها، ايه يا خالد، انا اصحابي قطعوه يا حصوة ده ولا حاجه. وكانت متسميه بالقاهره لانها كانت بتقهر الاعداء. اكيد بتقولي دلوقتي كتر خيره، بس ده ايه علاقته بالحلواني؟ جوهر الصقلي كان اصله ارمني، وزمان وقت تجاره العبيد اتباع كمملوك للخليفه المنصور بالله، وبقى من الخدام عنده، واتعلم في القصر ازاي يعمل حلويات، وكان بيعمل حلويات للخليفه وكانت بتعجبه جدا. حاجة حلوة من اختراعي أنا الشخصي، مسميها صوابع عين. ولما كبر دخل الجيش لحد ما وصل انه بقى قائد الجيش، ودخل مصر وبنى كل ده، ومن هنا طلع ان اللي بنى مصر كان في الاصل ايه؟ حلواني.